اوكي طبعا خلينا نبدا باول باكج معانا وهي السيلز والاوت ريتشنج. طبعا زي ما قلت لكم الباكج دي او السيلز والاوت ريتشنج ينفع لكل الخدمات، مش خدمه توزيع المحتوى بس، كل الخدمات حرفيا تقدر ان هي تاخد البي دي افات دي وتقدر تطبقها على طول عندك. حرفيا هتشوف الفرق بين اللي قبل واللي بعد من ناحيه شغلك عامه وتصويرك ومن ناحيه كل حاجه حرفيا. ماشي، فبالتالي اول باكج معانا زي ما قلت هتنفع لكل الخدمات، مش شرط بس خدمه توزيع المحتوى. فخلينا طبعا نبدا نتكلم ايه بالظبط اللي انت تاخده. اول حاجه طبعا هتاخدها هي ستيب باي ستيب جايد تو رايتنج ا هاي كونفرتنج سيلز سكريبت. اول حاجه هتتعلم وهي ازاي تقدر تكتب السكريبت بتاعك بالطريقه الصح. كل الاستراتيجيات اللي انت عارف 100% هو ازاي محمد اسامه بيقدر يجيب عملاء بالكتره دي هتعرفها. هبدا اشرح لك كل استراتيجيه ازاي انا بنفذها. يعني مثلا في هنا في الفيديو طبعا كل بي دي اف او كل نقطه ليها فيديو شرح، والفيديو الشرح ده تحته بي دي اف ورقي فيه كل المعلومات اللي احنا قلناها في الفيديو عشان تعرفوا لما تيجي تاخدوا البي دي افات. حلو، زي مثلا حاجه جزء من الفيديو، استراتيجيه من الاستراتيجيات بتاعت الفيديو الريفيرس ريزم. انا عارف انت اول مره تسمع عنها. عايز اقول لك الفرق بين الاشخاص العاديين، عايزك تقرا كده اهو. دول الاشخاص العاديين لما يجي يكتبوا السكريبت بتاعهم، وده شخص بيكتب باستراتيجيه الريفيرس ريزم. بص الطريقه ازاي، زي ما انتم شايفين قدامكم. عايزكم تقروا وتقولوا لي مين احسن من ناحيه السكريبت. طبعا السكريبت التاني هو اللي احلى، من غير ما اتكلم من غير ما اقول اي حاجه. فالنقطه اللي بتكلم عليها ليه السكريبت بتاعي اللي تحت اللي هو بنستخدم فيه الاستراتيجيه بتاعت الريفيرس احسن، لان هو اتكتب بطريقه ذكيه متميزه، ومن ناحيه اللباقه بتاعت الكلام، وكمان من ناحيه يعني عارف ايه اللي هو تبسيط المعلومه للعميل لدرجه ان العميل ينبسط بالموضوع يحجز معاك اجتماع. دي النقطه اللي انا كنت بلعب بيها. وطبعا دي استراتيجيه من الاستراتيجيات كلها الموجوده. انا حرفيا حاطط لك تقريبا اكتر من 6 استراتيجيات او 7 استراتيجيات تقدر تستخدمهم براحتك. ماشي، دي بالنسبه للنقطه الاولى. انت يبقى معاك اول بي دي اف بيشرح لك ازاي تكتب السكريبت بتاعك بالطريقه الصح على ارض الواقع. طبعا في منه فيديو وفي منه بي دي اف ورقي. طب ايه الحاجه الثانيه اللي هتاخدها؟ الحاجه الثانيه هتاخدها اكسكلوزيف اون جراوند في اس ال. طبعا 100% زي ما قلت لكم الفي اس ال لو اتشرح نظري، طبعا انا شرحه اصلا هنا في القناه اليوتيوب بتاعتي نظري بس مفيش حد فهمه، ولكن لقيت ان في ناس كتيره جدا جدا فهمت الطريقه الصح والطريقه المظبوطه لما بدات ان ادي لهم حاجه عملي، اللي هو انا كمحمد اسامه على ارض الواقع الفي اس ال بتاعي شكله ازاي. فالناس بدات ان هي تقول ايه ده بجد، هو الموضوع مختلف خالص، اللي هو على ارض الواقع وانا بشرح للعميل هم شافوا لغه الجسد ازاي، طريقه يعني دخول ازاي للعميل، تبسيط المعلومه، شرح للمعلومه ازاي. فالناس بدات تفهم الموضوع ماشي ازاي، بداوا يصوروه بشكل افضل. وزي ما قلت لكم الفي اس ال ده هو كان السبب الرئيسي ان خلى العميل يحجز معايا انا ميتنج ويقعد معايا ويقفل معايا عامه الديل ده لمده 7 شهور، يقعد معايا كمانث ريكورنج ريفينيو 7 شهور حرفيا. انا انتصرت على 2 من اكبر المنافسين ليا بسبب بس فيديو واحد بس هو اللي خلاني انتصر عليهم، وخلاني طبعا اخلي العميل حرفيا كسبت. قعدت اكسب من العميل شهر بعد شهر لمده 7 شهور قدام. فالموضوع ده انا بالنسبه لي زي ما قلت لكم حاجه جامده جدا. فالاستراكشر طبعا مهم جدا زي ما قلت لكم قبل كده. وطبعا خلينا برضو انا طبعا الحاجه دي وريتها لكم قبل كده. عايز اوريكم محمد لما جيت اشتري البي دي افات قال لك البي دي اف ده عباره عن ايه. قال لك هذا الملف لوحده بيساوي 6000 جنيه. وطبعا هوريكم السعر هتصدموا من الاخر. اوكي، الحاجات دي كلها اللي طبعا زي ما قلت لكم بشكل عام اللي هتاخدوها في اول باكج اللي هي السيلز والاوت ريتشنج. حلو، زي ما انا كاتب هنا اهو اول 30 شخص اللي هو only for the first 30 people. اول 30 شخص بالظبط هيسجلوا في الفورم في الويتنج ليست. ايه اللي هياخدوه بقى؟ هياخدوا حاجتين مهمين جدا. اول حاجه هياخدوها ان هم هيدخلوا في البرايفت جروب اكسس، هياخدوا اكسس على جروب برايفت للناس بس الجامده حرفيا اللي عندهم ايجنسيز، عندهم خبره بنت لذين حرفيا في الايجنسي وفي تقديم الخدمات او الدان فور يو ايجنسيز كلها. حرفيا هتبقى عندك اكسس للجروب ده، هتاخد كميه معلومات كتيره جدا جدا. دي بالنسبه لاول حاجه هتاخدها. تاني حاجه هتاخدها لو انت كنت من اول 30 شخص سجلوا تمام معانا في الويتنج ليست عامه بشكل عام، هو كوميونتي كول ان ذا اند اوف ذا سيريس. هتاخد كوميونتي كول معانا كلنا احنا والشباب. زي ما شايف اهو قدامك كلنا احنا الشباب كنا بندخل كوميونتي كول مع بعضينا فري. حلو جدا. وبالتالي انت هتاخد نفس المكالمه دي ولكن تخيل مع الناس البرايفت الناس التقيله. وبرده الناحيه الثانيه حرفيا احنا بنقعد ميتنج حرفيا 4 ساعات 3 ساعات بنناقش فيه كل حاجه. احنا عارفين مره قعدنا من الساعه 8 لحد الساعه 1 بالليل بنناقش فيه كل الحاجات من ال زد. فبالتالي انت تدخل برده وهتكسب طبعا معانا من المكالمه دي طبعا مع البرايفت اكسس بتاع الجروب. حلو جدا، او برايفت جروب اكسس بشكل عام. فدي الحاجتين اللي انت هتاخدهم طبعا معانا. وحاجه مهمه زي ما قلت لك ان ايه اهميه ان انت تدخل في برايفت جروب او تدخل مثلا في كوميونتي كول. عايز اقول لك حاجه، انا لما جيت بدات اول مره الحاجه اللي انا كنت محتاجها ان انا اسمع سؤال وجواب عليه. لو جه حد قال لي يا محمد لما تيجي تفتح الاكونتات اعمل 1 2 3 4 كنت على طول خدت الخبره منه.
يعني زي مثلا لما جيت قعدت مع الشباب اللي عامه عملوا كونتنت ديستريبيوشن ايجنسي، انا حرفيا تخيلوا انا بتعلم من الشباب اللي عندي، بيقولوا لي كيسز مختلفه وحالات مختلفه جدا، فبالتالي بتعلم منها. فانت محتاج اجابه على سؤال واحد عشان تقدر تنجح في الخدمه او لا، دي حاجه مهمه جدا. فعشان كده الحاجات دي مهمه جدا تبقى معاك كده كده. وزي ما قلت لكم طبعا دي هديه بسيطه او بونص بسيط علشان الناس اللي هتسجل، او يعني الناس اول ناس هتسجل عامه في الفورم بشكل عام. فدي النقطه الاساسيه. اوكي طبعا خلينا بقى نبدا نتكلم عن السعر. زي ما قلت لكم السعر طبعا هيكون مناسب لكل الناس، والسعر اللي احنا حطيناه عامه بشكل عام هو 2500 جنيه عشان تقدر تاخد الفي اس ال، وكمان اللي هو على ارض الواقع، وكمان فيديو شرح، وكمان بي دي اف ورق لازاي تقدر تكتب السكريبت بتاعك. الحاجات دي كلها ب 2500 جنيه بس. تمام. لاول 30 شخص ولا الكل يا محمد؟ لا ده الكله، ال 2500. ولكن بعد انتهاء السيريس اللي هي عامه اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي 3 فيديوهات، البي دي افات دي هتبقى اغلى من كده بكتير، لان طبعا كل ما الطلب بيزيد عليها هتلاقي ان انا بزود السعر عليها علشان اقدر اقلل الناس اللي تقدر تاخدها. فطبعا ما تقعدش تتاخر، ما تقعدش انك انت اللي هو تقول لنفسك مثلا ان انا يا محمد بتاع ده ممكن ما اشتريهاش دلوقتي بس اشتريها بعدين. لا، هي للاسف البي دي افات دي هتبقى بعد كده اغلى بكتير، زي ما قلت لكم، لان انا متاكد 100% طبعا الطلب هيزيد عليها اكتر بكتير، فده اللي هيخليني ان انا ازود سعرها، عشان برضو احاول ان انا احد من كميه الناس اللي بتشتريها بشكل كبير. مش عايزين معلومات توصل لناس كتيره جدا، دي حاجه مهمه قوي. وطبعا زي ما قلت لكم كل واحد بيبقى عنده البي دي اف بتاعه، وكل واحد ليه عقله والطريقه بتاعته، فدي حاجه مهمه. حلو. هتقول محمد طب ازاي اسجل؟ لو انا عايز اسجل في الويتنج ليست، هتروح للتايم لاين الموجود تحت، هتلاقي في اخر حته في الفيديو بشرح ازاي تقدر انت تسجل في الويتنج ليست، وبتسجل في الويتنج ليست. وطبعا هقول لك كل حاجه بخصوص ازاي التسجيل، فين اللينك اللي هتسجل منه، وكل حاجه من الحاجات دي. بس احنا طبعا ندخل على تاني نقطه اللي هي الكونتنت ديستريبيوشن بشكل عام. يلا بينا. اوكي طبعا دلوقتي خلينا نبدا نتكلم عن الكونتنت ديستريبيوشن باكج، واللي هي طبعا ليها علاقه بس بالناس اللي هتقدم خدمه توزيع المحتوى. وخلينا طبعا نعرف ايه اللي هناخده في الباكج دي. طبعا زي ما قلت لكم برده السعر كويس جدا جدا في الوقت الحالي، ونفس الموضوع هيحصل برده في الباكج الاولى بتاعت السيلز والاوت ريتشنج، ان انت كده كده عامه الاسعار دي هتزيد. فلا اما دلوقتي لا اما بعد كده، لو انت خلاص معاك فاينانشلي كويس تقدر تدفع بعدين براحتك. بس انا دلوقتي بتكلم عن ان الناس ما تيجيش تفاجئ تدخل بعد كده على الفورم تلاقي ان السعر بقى اغلى. ما انت عشان كده انا قلت لك في الفيديو ده ان كده كده السعر هيغلى بعد كده على حسب الطلب طبعا. فدي النقطه الاولى. حلو. ايه اللي بقى اللي هتاخده؟ اول حاجه هتاخدها وهي الاكونت سيت اب بي دي اف. طبعا 100% معظم الناس فاكره ان الموضوع له علاقه بس بالورم اب، الناس بتقدم خدمه توزيع المحتوى بالذات، ولكن في بي دي اف تاني قبل الورم اب اللي هو طريقه فتح الاكونتات اصلا. طريقه فتح الاكونتات اهم بكتير من الورم اب اصلا، عشان بس اقول لك، لان انت لو في حاجه بس الخوارزميات لاحظتها وانت بتفتح الاكونت هتبندك على طول، فالحاجات دي لازم تاخد بالك منها. فطبعا عملت لك بي دي اف ازاي تفتح الاكونت بتاعك لحد ما تحط صوره البروفايل بتاعك والبايو واللينكس والحاجات دي كلها. ده اول بي دي اف هتاخده. تاني بي دي اف هتاخده، طبعا التاني بي دي اف وتالت بي دي اف مجموعين في بي دي اف واحد، اللي هو له علاقه بالورم اب. احنا عندنا تو ورم اب بلان، ورم اب بلان قبل تنزيل الفيديوهات، ورم اب اثناء تنزيل الفيديوهات وبعدها. تمام، عشان بس تفهم الموضوع ده. فطبعا الورمنج اب بلان مجموعه في بي دي اف واحد اسمه ورمنج اب بلانز. تمام، فانت هتاخد الورمنج اب بلان نمبر 1 ونمبر 2. حلو جدا. دي بخصوص الحاجات اللي احنا كنا متفقين عليها، يعني انا كمحمد اسامه دي الحاجات اللي احنا متفقين عليها، ودي اللي اتفقتوا في الجروب ان انتوا عايزينها. بس طبعا انا كمحمد اسامه انا عارف ايه اللي انتوا هتحتاجوه، لان انا عندي خبره، عندي اكسبيرينس، عديت بالمراحل دي كلها في البدايه. فانا كمحمد عارف ان انتوا في حاجات تانية هتحتاجوها. طب ايه هي الحاجه دي يا محمد؟ مانجمنت سيستم. لازم يكون عندك مانجمنت سيستم. افرض عميل دخل معاك، ازاي هتقدر تدير التيم بتاعك بدل بقى بهدله الواتساب والجروبس وكل واحد يبعت لينكاته في حاجات مختلفه وطرق مختلفه؟ ازاي هتقدر انك انت تدير الدنيا دي كلها؟ عشان كده انا هديلك مانجمنت سيستم بلاج اند بلاي. حرفيا اللي انت هتعمل بس هتعمل ميكا كوبي، شكرا، انت بقى عندك السيستم جاهز. حرفيا اول ما تضغط على اللينك على طول كل حاجه هتبقى عندك بالظبط، كأن حرفيا انا جبت قلت لك خد هو ده المانجمنت سيستم بتاعك اللي هتعتمده من غير ما تعبك، من غير ما اعمل اي حاجه. طب ليه حطيته؟ عشان انا متاكد 100% انت هتحتاجه في البدايه مع الورمنج اب والاكونت سيت اب. زي ما قلت لكم دايما بنبقى باصين ايه الحاجات اللي هتنجحنا في البدايه، دي حاجه مهمه. طب تقول لي محمد طب حلو، طب هو انت هنا باين ان هو البي دي اف ما فيهوش اي حاجه. لا، ما طبعا البي دي اف المدفوع هيكون طبعا فيه كل حاجه حرفيا، انت بس هتعمل فايل وبعد كده تعمل ميكا كوبي نسخه ليك انت. وطبعا برضو في نفس البي دي اف بتاع المانجمنت سيستم في فيديو بيشرح كل حاجه وازاي هتقدر تدير التيم جوه. يعني ما تخافوش، البي دي اف بتاع المانجمنت سيستم في فيديو بيشرح كل حاجه، وازاي انا كمحمد اسامه كنت بظبط التيم كله في شيت زي كده.
حرفيا التيم ما كانش محتاج اصلا ان هو يدخل في الواتساب يبعت حاجات ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص، كل حاجه هتبقى موجوده هنا، ما تقلقش ابدا. تمام. فانت تاخد الثلاث حاجات دول. خلينا طبعا نراجع على الحاجات الاساسيه اللي علاقه بالاكونت سيت اب. طبعا الاكونت سيت اب هنا زي ما قلت لكم، تخيلوا طبعا من ضمن المعلومات اللي انت المفروض تعرفها، هل تفتكر لو انت مثلا الاكونت مانجر غلبان جدا، لو انت مثلا جيت قلت له افتح الاكونت، جه فتح الاكونت عن طريق اللابتوب عادي جدا، وبعد كده عشان يعمل بقى نقطه ثانيه، يدخل على الورمنج اب، ان هو يبدا يعمل ورمنج اب للاكونت ده، راح يفتحه من الموبايل بتاعه. حلو، عارف اللي هيحصل في الوقت ده؟ الاكونت بتاعه هيتبند. انا بحلف لك الاكونت بتاعه هيتبند كله. شكرا. بسبب ان هو ما كانش عارف الحته دي. البي دي اف بقى ده هو اللي هيقول لك كل حاجه من ايه لذات حرفيا، حاجات تبعد عنها، الحاجات اللي المفروض تعملها وتركز عليها، وكل حاجه من ايه لذات، بيشرح لك كل حاجه حرفيا بالخطوات. نفس الموضوع برضو في حته الورمنج اب، بمشيك ستيب باي ستيب، وبشرح لك كل حاجه من اول ستيب لحد اخر ستيب، هم تقريبا 7 ستيبس. تمام. وفي نفس الوقت برضو بدي لك الحاجه الاساسيه واللي هي لها علاقه طبعا طبعا نعمل كده اهو بالكونتنت ديستريبيوشن استراتيجي. برضه في الورمنج اب هقول لك ازاي تقدر تبدا تنزل في الفيديوهات، مش هقول لك مثلا ايه اعمل كذا 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 وخلاص، لا هقول لك اول يوم تعمل ايه في بدايه التنزيل، تاني يوم هتعمل ايه، تالت يوم هتعمل ايه، رابع يوم هتعمل ايه. ده غير الخطوات، الحاجات دي غير الخطوات يا جدعان، وايه الحاجات اللي لازم تركز عليها عامه. تمام. خلينا بقى نركز على حاجه. اول 30 شخص نفس الموضوع فوق برضه، اول 30 شخص هيشتروا البي دي اف، او حرفيا هيستنوا في الويتنج ليست او هينضموا في الويتنج ليست، اول ناس اللي هم اول 30 شخص برضو هيحصلوا على حاجتين، برايفت جروب اكسس وكمان كوميونتي كول ان ذا اند اوف ذا سيريز. برضو هتاخد كوميونتي كول. تمام. هتدخل معانا كلنا ميتنج، اي حد عنده اسئله في الكوميونتي كول دي على طول هيتجاوب عليه حرفيا، اي حد عنده اي حاجه بخصوص الحاجه دي كله هيتجاوب عليه. تمام. فدي اهميه طبعا الكوميونتي كول زي ما قلت قبل كده. وكمان طبعا الجروب برضو، طبعا ادخلوا في الجروب المجاني، اصلا انت هتلاقوا هناك فاليو اصلا غير الفاليو بتاعت البرايفت. تخيل بقى لو انت معايا انا برايفت والناس بقى هم بس مركزين على الخدمه دي، وكلنا بنسال اسئله وبنفيد بعض، انا العميل ده جالي اعمل معايا كذا كذا كذا، كلنا هبقى موجودين، وانا كنت هبقى موجود كمان معاكم، هسال. بص اي حد هيسال اسئله هجاوب عليها عادي جدا. وطبعا اللي معايا في الفري كوميونتي، اي حد معايا في الجروب بتاع الفري، تمام، هم عارفين الحته دي كويس عني، ان انا بجاوب اصلا كميه اجابات كتيره، واي حد بيسالني سؤال بجاوب على طول. مش في كل الاوقات، بس انا حرفيا لما بقعد اجاوب، وكل الناس عارفين كده حرفيا. تقدروا تدخلوا عامه على جروب الفري وتسالوهم بنفسكم. حلو. الحاجات دي كلها هتبقى بكام؟ الحاجات دي كلها هتبقى ب ثانيه واحده، شكله مش عايز يظهر السعر ثانيه اهو، انتوا شفتوا السعر. الحاجات دي كلها هتبقى ب 3500 جنيه بس. انا طبعا مش هقول اي حاجه على السعر، ولكن الحاجه الوحيده اللي هقولها ان طبعا الحاجات دي بعد كده بدات 3500 100%، انا بفكر ان ازودها لحد 5000 او 6000 كمان. زي ما قلت لكم كل ما الطلب بيزيد لازم تحد من الرقم اللي بيزيد علشان تقدر ان انت تعمل بالانس وتوازن في الخدمه. فهمتوا قصدي؟ ده اللي بتكلم عليه. فطبعا الباكج دي هتبقى ب 3500، والباكج اللي فوق هتبقى ب 2500. لو انت بتقدم خدمه توزيع محتوى، انت محتاج التو باكجز عشان تقدر ان انت تبقى حاطط كل حاجه في الطريقه الصح والطريقه المظبوطه. حلو. لان عايز اقول لك حاجه، لو حد خد التو باكجز وانت خدت مثلا باكج واحده بس، هو هيبقى متفوق عليك ان هو يقدر يجيب عملاء اسرع. هنروح بعيد فين؟ انا والله ما بحاول ابيع لك. هنروح بعيد فين؟ اياد. الناس كلها بتحاول تجيب عملاء وبتقول يا محمد مش عارف اجيب عميل. اياد في يومين جاب 4 عملاء. طب ازاي بقى؟ ما ده اللي بتكلم عليه، ان في حد بيتابع معاه وبيديله الاستراكشرز الصح بتاع كل حاجه بيعملها. ده الفرق بس. ده بخصوص كل حاجه. وطبعا برضو هتلاقوا في اخر الفيديو طبعا اللي هو خلاص بعد ثواني على طول طريقه ازاي تقدر تسجل طبعا في الويتنج ليست. وطبعا انتظروا طبعا الفيديوهات الجايه اللي فيها شرح لكل حاجه. احنا طبعا بص طبعا مجهز لكم حاجه كبيره جدا جدا حرفيا، كل حاجه انتوا عايزين تعرفوها، اسعار بقى وتسعير والاي سي بي والموديل بتاع الكونتنت ديستريبيوشن، وازاي تشتروا الدومين وكل حاجه. وطبعا 100% انا عارف ان ناس كتير مش هتعرف تعمل الموضوع ده، هشرح لكم ايه اللي المفروض تعملوه في البيزنس بلان، كل حاجه. تمام. نفس الموضوع طبعا ما ننساش ازاي محمد اسامه بيعمل الاوبريشنز بتاعته بشكل عام في التيم. ماشي. زي ما انتم شايفين قدامكم كل حاجه هنا، الاس او بيز والريسورسز، ازاي التقسيمه نفسها عامله ازاي عامه الاون بوردنج بتاع الكلاينت بعد ما اعمل له كلوز، ايه اللي هيحصل بعد كده، ابعت له البيمنت لينك، بعدها احطه على الواتساب، هندخل بعد كده ميتنج نشوف فيه الاستراتيجي، هشرح كل حاجه
كل حاجه انت عايز تعرفها، تقسيمه التيم، الورمنج اب بلان. على فكره برضو عايز اقول لكم هشرح لكم شويه من الورمنج اب بلان، ما تخافوش. تمام، بس طبعا احسن تاخد بريفات، لان طبعا اكيد 100% ايه لازم تبقى بريفات لو انا اشرح كل حاجه هنا. اوكي، طبعا ازاي تقدر تسجل عامه في الويتنج ليست بشكل عام. اول حاجه طبعا تعملها كأن بالظبط ده الفيديو مثلا كمثال، لان طبعا الفيديو ده لسه ما نزلش. وبعد كده بتروح على الديسكربشن او وصف الفيديو، بتعمل مور، وبتروح على اول لينك اللي هو سيف يور سبوت. حلو جدا، بتضغط على اللينك ده بيوديك على البيج اللي قدامك دي. اللي انت محتاج تعمله طبعا هو ان انت تروح على النكست بيج. حلو جدا، استنى، الفيديو ده لازم يتسمع. الفيديو ده بيقول لك طريقه التسجيل كلها بشكل صح وبشكل مظبوط، عشان بس انا مش عايز اطول الفيديو ده. بس انت لو عملت حركه غلطه واحده ولقيت مثلا في الفورم في غلطه جوه، تعرف ان انت كده خلاص انت اتعمل لك ديليت بشكل تلقائي من الاي اي. عشان كده مهم جدا تسمع الفيديو ده، تعرف الخطوات، واول لما تبقى كل حاجه واضحه وتسمع الفيديو بشكل كامل تقول نعم وتدخل على النكست ستيب. تمام، حلو جدا. بس ده بخصوص كل حاجه.